كابتن رضا قول لي اسباب تعادل الزمالك النهارده 1 2 3. طيب، واحد، اخطاء التشكيل اللي احنا بنقول عليها نفس الماتش اللي فات، هو طيب. بيتفائل ويتشائم. هات لنا يا استاذ ماجد التشكيل. ما هو التشكيل قدامي اهو، هقول لك. ماشي، يبقى قدام الناس. طيب، ماشي. اول هام المسلوسي ده بيلعب ليه؟ ماشي. اديني سبب. تاني هام عمر جابر ده اذا كان هو بيلعب على عدلته ما بيعرفش يباصي، لما هتيجي تلعبه ناحيه الليفت. كابتن رضا لعيب دولي بحجم عمر جابر انا مش هتكلم، ما بيعرفش يباصي. كمل انت، كمل مع عبد ده. كابتن مع رضا انا عندي على الطرف يا حبيب قلبي، حبيب قلبي، هو دلوقتي لو انت حطيته ناحيه الرايت ولعبت عبد الله جمعه ناحيه الليفت، مين اللي على عدلته؟ عبد الله جمعه. طيب يعني اذا انت بتفتي ليه وبتالف ليه وتلعب ده ناحيه الليفت؟ اذا كان ناحيه الرايت هو مش مقتنع بعبد الله جمعه، هو مش مقتنع هو مش اصلا، يعني مع كل احترام ليه، هو مقتنع باحمد فتوح. هو طلع معاش. انا بقول لك اهو، من الماتش اللي فات والماتش ده كده كفايه عليه قوي، كده يبقى مدرب معاشات. ماتشين يا كابتن رضا يا عم اسمع، ده من السنه اللي فاتت هو بيهبل وكنا بنقول عك وربك يفك. اسمع الكلام، ماتش سيراميكا وماتش الاتحاد وماتش المقاولين وماتش المحله وماتش الاهلي والزمالك اللي غير فيه اوباما زي النهارده كده، كسب وخد الدوري خلاص بشباب صغير. انسى بقى الكلام ده. الشباب الصغير ده النهارده موته. واحد زي نيمار ده كان طالعه احسن باك رايت وينج رايت في مصر، هو وقعه بان يلعب عليه عمر جابر والمسلوسي، اتنين ما بيعرفوش يلعبوا وبيلعبوا عليه. يبقى لازم معنويا. طب ليه ما تقولش يا كابتن رضا الزمالك عمل صفقات كويسه جدا؟ لا مش صفقات، بص الصفقات الكويسه قوي أكمل. اللي هي اسمع، لا اللي هي جت مش عن طريقه. تمام ماشي، بس. اللي ما جاتش عن طريق انا ماشي معاك، لكن في نفس الوقت الزمالك بكل الصفقات اللي عملها ما عوضش اشرف بن شرقي. فاشرف بن شرقي غيابه هو اللي مبوظ لك الشق الهجومي ده كله. يا راجل ما كان خلى سيسي يا راجل. سيسي انا بكلمك على اشرف بن طب شرقي. ماشي، اشرف بن شرقي ماشي، اسمع الكلام. ما هو انت ما عوضتش اشرف بن شرقي. طب ما انت فين؟ هات لي واحد زيه، هات لي واحد في القطر كله زي اشرف بن شرقي. طب انت ما عوضتش بن شرقي وطارق حامد. لا انت بتتكلم فرجاني، انت قصدك فرجاني ساسي؟ لا مش على فرجاني يا عم اسكت ساكت بقى. يا كابتن ما عندكش حد بيقطع، اما تيجي كلام تبقى كلام. لا اشرف بن شرقي غير. هو الزمالك والاهلي عايز حد يقطع؟ كابتن ابو الدهب اشرف بن شرقي غير. اشرف بن شرقي انا بقول، والكابتن رضا هو وحضرتك طبعا، هو في حد في افريقيا كلها هو السبب الرئيسي كان في تألق زيزو وفي الناحيه الهجوميه. لا معلش، بس اخر 4-5 ماتشات بص، اول ما جه ابهرنا كلنا ماشي، وبعد كده في السنه الاخيره كان عنده مشاكل. لا ضرب غطس طول السنه وما كانش في دماغه. في الفتره بتاعت اللجنه المؤقته كان في اللجان ماشي. ضرب غطس وما كانش في دماغه، واخد بالك؟ هو لعيب هو مش هيتكرر تاني، مش هيتكرر تاني. طيب يبقى مقصر يا كابتن. هنقعد نلطم. امال طيب بقى فين العبقريه بتاعت عمل من الفسيخ شربات؟ ده عمل من الفسيخ مش عارف. ده مين اللي كان بيقول كده؟ انتوا مين؟ انتوا كل الاعلام هو عمل ثواني بس. عمل ايه؟ هو انت مستني الراجل انت بتتلكك له. ايوه مش انت ما هو يعني هو مش طبيعي ان فرقه تخسر بطولات. اسمع بس، هو خسر قدام مين؟ السوبر خسر قدام النادي الاهلي. وحياة المصحف لو هو اللي كسب الاهلي الماتش ده كان الاهلي قدامه 2-3 عبال ما يلم نفسه. ده هو اللي فوق النادي الاهلي، فيريرا ده هو اللي فوق النادي الاهلي. اقعد بقى يا راجل بقى، اقعد بقى، تقعدوا بقى تطبلوا لغايه امتى؟ هو هنطبل؟ هو احنا انا فيريرا ده بيديني مثلا، احنا مش شايفينه قدامنا. يبقى تسمع انت قلت لي قول اسباب حد يكلمك. اسباب الهزيمه ايه؟ مش انت قلت لي؟ ايوه ماشي، سيبنا كمل بقى. كمل، ما انت في كلام غلط بتقوله. ماشي اتفضل يا كابتن. هو ايه ده؟ انا كلامي ما فيش حد. ثواني بس، بص ما فيش كلمه بقولها الا لما بتتنفذ. كابتن رضا ما فيش حد فوق النقد. طب انا اسالك سؤال يا كابتن رضا، انت بتقول لا لعيب ولا مسؤول ولا مدرب ولا اي حد. هو مين اللي طلع سيد نيمار؟ مين اللي لعب سيد نيمار؟ مين اللي لعب حسام عبد المجيد؟ مين اللي لعب سيد فاروق جعفر؟ يا كابتن يا كابتن واحنا مستغرب. لا يا كابتن اسمعني بس يا كابتن عصام، اسمع بس. لا ما تقولش ايش الله يبارك. لا يا كابتن انا اسمع. بكلمك اللعيبه الصغيره اللي طلعت ديت ولعبت وخد بيها الدوري. حسام عبد المجيد، سيد نيمار،
ده مجلس الاداره اللي فرض الناس دي، لان هو كان مقدم مذكره. خلاص يبقى مجلس الاداره اللي بيفرض على فريرة يلعب الصفقات اللي جايه. لا يا حبيبي، عشان ازاي يا كابتن يبقى يبقى كان فرض من السنه اللي فاتت يبقى هيفرض السنه دي يا كابتن. انت بتجيبني معلق بقى يا عم. ده انا جبني معلق. انتوا عايزين تنرفزونا ولا ايه؟ يابا ما تقعدش تطبل. كابتن رضا كابتن رضا ده الزمالك مش كابتن رضا. بص الرضا. بص يا حبيب قلبي طارق حامد ما رضيش يسافر ماتش مع نادي الزمالك في افريقيا. ماشي. وقال لهم انا ماليش في الخناقه دي، فمجلس اداره النادي خد قرار ان ده ما يلعبش. حاجه محترمه. طيب انت لما جه بقى قبل ماتش الاهلي هو مرعوب وعايز يرجع ابو جبل وطارق حامد. تمام. قالوا له لا، فقال لهم انا ما عنديش الا الناشئين. قالوا له لا، بالناشئين ولو خسرت احنا في ظهرك. طيب. يعني هو لا اسمع، لعبهم مضطر، مش ان هو مثلا. طب هقول لك على حاجه. الله ينور عليك، لعبهم مضطر وخد دوري يا حبيبي. لا ثواني يا كابتن ابو ده كابتن رضا. يعني هو ما فيش حاجه يعني هو الحل ان فريرة يمشي؟ لا طبعا انا بقول لك ما يمشيش. امال ايه؟ انا عايزه بس ايه، جمهور الزمالك هو اللي يطالب بمشيه. ليه ويطالب بمشيه؟ ليه؟ لان اسمع، الايام اللي جايه سودة، الايام اللي جايه هو خلاص مفلس.